هو يا فندم من البداية خالص بس علي صوتك. يعني من ساعة يعني زمان ما احنا ماما من زمان الكلام ده من حوالي 11 سنة. تمام. احنا طبعا سيبنا البيت. وطبعا طلعنا مرة واحدة كده، كانت معاملة سيئة جدا، حتى ما لحقناش ناخد هدومنا ولا أي حاجة. تمام. وطلعنا من البيت. من مين المعامله السيئه؟ المعاملة السيئة دي كانت طبعا صادرة من بابا. تمام. احنا كنا طبعا صغيرين ما نفهمش قوي يعني. طلعنا من البيت. وبعد كده رحنا طبعا بيت جده وعشنا فيه. تمام. جده ابو ماما. اه. مم. وطبعا ماما هي اللي كانت طول الوقت ده بتصرف، لان احنا كنا بره البيت فما كانش في حاجه. يعني ما كانش في حد بيصرف غير ماما. يعني تقريبا بابا وماما منفصلين وانت عمرك 9 سنين اه يعني في تقريبا. الرينج ده اه. كنت واعي للي بيحصل يا مهند؟ كنت واعي يعني ما كنتش فاهم صراحه ايه اللي بيحصل يعني، بس كنت كل اللي انا شايفه ان ماما يعني بتتعامل معامله وحشه جدا، وانا نفسي كنت بتعامل معامله وحشه يعني بشكل سيء. بابا كان بيدخل من البيت، وانا لسه فاكر لحد دلوقتي كده، يعني اول ما يدخل من باب البيت امشي يلا ادخل جوه مش هشوف وشك. انت الولد الوحيد؟ اه انا عندك الولد اخوات؟ الوحيد. امم عندك اخوات؟ اه عندي اختين بنات. امم فكنت انت من وانت طفل بتعاني من جفاء بابا وقسوته. اه بس يعني ممكن تكون دي انا مش فاهم ساعة كنت صغير يعني ما كنتش افهم قوي يعني. امم تمام. بعد كده احنا طبعا الموضوع بقى يعني المعاملة السيئة بدأت تبقى على ماما برضه بزيادة شوية، فاحنا سيبنا البيت وطلعنا رحنا على بيت جده. وقعدنا هناك حوالي يعني قرب السنة ونص. في خلال الفترة دي ماما ما كانتش لسه يعني انفصلوا. تمام. وبابا اتجوز. في تمام. السنه ونص اتجوز؟ اه قبل ما اتجوز. يطلقها؟ اه. تمام. امم وبعد كده يعني خلاص تمينا لسنتين وشوية، فهو ماما انفصلوا رسمي. تمام. بعد كده احنا بقى يعني اللي هو طبعا احنا يعني اكيد ما فيش حد بيصرف غير ماما. يعني ماما واحدة ست لوحدها، فحاولنا ان احنا يعني نطالب بحقوقنا بقعدات والحاجات دي، وما كانش اه. فيه نتيجة هو بقى طبعا. بابا هنا نسيكم خالص؟ اه كمصاريف كان انتوا ولاده؟ كل حاجة. يعني ان مم. احنا ما كناش اكزيست قبل كده في حياته. مم. بس فبعد كده قعدنا بدل المرة كذا مرة، بس طبعا انا ما كنتش طبعا يعني ببقى انكلودed في الحاجات دي خالص. اه، ما كنت كنتش ببقى مهتم بالكلام ده. كنت ببقى بره يعني بالكلام ده، كنت صغير. ف كذا مرة يعني وقتها يعني اللي هو احنا هو قال لماما عندكم، فالكلام طبعا بالواد ده ما جابش نتيجة، فماما راحت المحكمة. تمام. وطبعا كان اللي هو طبعا زي ما حضرتك عارفة بقى يعني المحكمة بتاعت الأسرة وكده، فالمحكمة حكمت لكل واحد مننا بحوالي مش عارف بين 500 جنيه. تمام. كنفقة ليكم؟ اه بابا طبعا ما دفعش اي حاجه من الحاجات دي، فكانت الحاجات دي بتتراكم تتراكم تتراكم. تمام. لحد ما تبقى حاجه اسمها تجمد او اه، متجمدات على بابا. ايوه هي دي. امم تمام. بتبقى يعني اللي هو متجمد دي، فاللي هو بيجي بقى بتبقى حاجه اسمها دفع او حبس، فهو يقوم طبعا دافع يعني. امم ففضلنا طبعا على الحال دوت، لان طبعا زي ما حضرتك الحاجات دي بتقعد سنين على ما تتجمع، وحكم زي الحبس طبعا ده كانت ينزل. في الوقت ده كانت الحضانة مع الأم بحكم القانون. انا والله حضانتكم مع الأم. ما احنا كنا عايشين سافرتوا معاه. امتى؟ ما هو يعني لسه هقول امم لسه. ففي الفترة دي طبعا في الحاجات دي عمالة تتجمع طبعا. فمن 3 سنين بالظبط أو من سنتين وشوية ماما تزوجت. من 3 سنين، من 3 سنين وشوية ماما تزوجت. تمام. وطبعا زوج ماما آه، يعني اللي هو كان عايز ياخد ماما بره وكده. امم فماما يعني اللي هو طبعا احنا يعني كلنا عشنا مشوار طويل مع بعض، فماما عمرها ما تسيبنا يعني. فماما امم شرطت طبعا ان احنا لازم نسافر. تكونوا تمام. معاه فبدأنا نجهز الورق. انت واخواتك البنات؟ لا انا واختي التانية، بس اختي التانية عشان كانت عدت 18 سنة. اوكي. امم فبس يعني اللي هو انا يعني الموضوع اراوند من دلوقتي، فانا بتكلم اللي هو خلصنا احنا الورق وكده. بعد كده اللي هو بابا يعني كان عنده علم بسفركم؟ بابا ما اعترضش. اه. ما يعني اعترضش انتوا مسافرين لان بموافقته؟ ماما خدت حاجه اسمها الحضانه الكامله. امم حضانه كامله دي اللي هو بتبقى هي مسؤوله عننا في كل حاجه. والحضانه الكامله دي من ضمن بنود القانون ان احنا نكون في مكان تعليم قريب من مكان مسكنها. ومكان مسكنها فين؟ هناك. تمام. واحنا كنا مقيدين بمدارس هناك، وانا كنت مقيد في كوليدج هناك. اه، كل انت في كلية هناك؟ كولشستر انستيتيوت اللي موجود امم في اسكس. كانت علاقتك ببابا ايه، عاملة ازاي بقى يا مهند لما سافرت؟ ما هو طبعا قبل ما اسافر طبعا برضو انا يعني
كنا اول ما حصل الخلاف ده خالص بيني وبين ماما وقت ما احنا سيبنا البيت. مم. هو يعني ما دورش علينا، فاحنا كنا صغيرين متعودين على وجوده، فاحنا حبينا نروح له انا واخواتي الاتنين البنات. مم. تمام. رحنا وركبنا مع العربيه. طبعا قاعده كلها شتيمه في ماما، شتيمه وكلام. اخواتي البنات بعد الموقف ده ما قابلوش تاني من ساعه اليوم يعني ده. هو ما قابلكوش كأب وولاده؟ لا، هو كان الهدف كله انه يغلط في ماما. كان يعني بيأتاك ماما بشكل صعب، واخواتي اول مره يعني يشوفوا حد بيأتاك ماما بالشكل ده، فاخواتي مم. من ساعه اليوم ده ما راحولوش تاني بيهاجمها قوي. خالص. مم. بس طبعا انا يعني بعد الموضوع ده رحت له مره واثنين وثلاثه، وبرده كان بيعمل كده، بس انا كنت يعني انا الولد الوحيد فمتعلق مم. بابايا شويه. فكنت بروح له لحد بقى ما لقيت الموضوع يعني بقى بقى صعب. اوفر شويه. فقطعت. مم. قطعت عشان انا ما عدتش مستحمل، وحتى لما بيلاقيني بعترض. وما كنتش مقتنع باللي بيقولوا على ماما؟ يعني كنت بتحسه افتراء فعلا وفي افتراء في الكلام، ولا لان هجوم يعني في للهجوم؟ في طبعا يعني اشاعات كتير كانت بتتقال، زي الاشاعات كده اللي هم عاملين يعملوها في كومنتس على فيسبوك، ان مش عارف يعني كلام طبعا ما ينفعش يتقال هنا مم. يعني. فطبعا الكلام ده انا عمري ما شفت ماما بتعمل حاجه زي كده يعني. فمنين يا بابا انت بتقول كده؟ بس طبعا انا ما كانش ينفع، لان انا ما ينفعش اقول للبابا، ما ينفعش اب يقول لابنه انت غلط، ده ما ينفعش خالص. مم. فما كنتش بقول كده يعني. بس ده لما الموضوع زاد، ما هو يعني ما هو طبعا وصاحبهما في الدنيا معروفه كده كده يعني. مم. فانا كذا مره اتكلمت يعني اللي هو بالراحه يا بابا ما ينفعش مش عارف ايه، بس هو طبعا يعني مفيش استجابه. في فتره سفرك كانت علاقتك بيه عامله ازاي؟ بتكلمه في لما رحت التليفون؟ هناك بقى طبعا انا كنت لسه ستيل قاطع معاه. لما رحت هناك طبعا يعني زوج ماما قال لي بص يا مهند، جه كده مره واحده يعني اوت اوف نو وير، قال لي بص يا مهند، اللي ملوش خير يا حبيبي في اهلي ملوش خير في حد، كلم باباك وبر باباك. قلت له حاضر. وابتديت تبر؟ فكلمته اول مره خالص. كنت راجع من كنت بروح الجيم، لان انا وقت ما رحت كنت لسه ما بداتش الكوليدج. تمام. اللي هي الكوليدج اللي انا كنت، الكلية لان كنت بتاعتك. لسه قدمت في الكورس اللي هو سنتين ده، بس كنتش لسه بدات. فكلمته. قلت يعني اللي هو ازيك يا بابا عامل ايه؟ مش عايز اقول لك على حاجه. قال لي، قلت له انا بدرس في انجلترا. وكان مرحب جدا. وحسيت منه انه مبسوط؟ كان مرحب جدا وقال ده جميل، بس يا مهند اهم حاجه اللي هو انا عايزك تكون واخد شهاده من هناك، وركز في دراستك، ما تخليش ان مثلا انك تشتغل وبس وكده. احنا مش يعني احنا مش الناس دي، احنا اللي هو احنا لازم ناخد يعني يكون معانا سيرتيفيكيت كويسه من هناك، واللي هو نشتغل يعني شغل كويس. قلت له حاضر يا بابا. وانا برضو يعني اللي هو عندي بارت تايم جوب جنب الدراسه بشتغل كذا، وكنت بقى حلو قوي. نجري بالاحداث شويه يا مهند. تمام. استقريت، درست، اه قررت تنزل مصر. فضلت بقى اللي هو نزلت الدنيا ليه؟ كويسه بقى معايا، فكنت بقى اللي هو السنتين دول ببقى في النص اللي هو بقى فيه زي يعني بريك في النص كده. فانا قلت اما انزل مصر يعني اشوف بابا واشوف يعني انت كنت اختي. نازل عشان تشوفه كنت نازل. وتشوف اختك اللي ما سافرتش معاكم؟ فنزلت. طبعا حجزت التيكت ونزلت خلاص. مش مدي اخوانا لاي شيء؟ ما اعرفش. ايه اللي حصل اول ما جيت؟ اول ما نزلت طبعا اديت الباسبورت بتاعي هو الضابط اللي بيبقى موجود على الكاونتر. بعد كده هو قال لي مهند احمد معاك البطاقه بتاعتك؟ قلت له اهي. فقال لي بص يا مهند، انت عليك حاجه اسمها ترقب وصول.